مش هتلاقوا ألذ ولا أسهل من كده بجد. طعمه فعلا غني، طعمه ريتش كده بفلوس. في جو الفرهده ده محتاجين حاجه سريعه بس طعمها جامد، وحاجه تنافس المطاعم عشان اللي بيطلبوا اكل جاهز من بره. يبقى لازم تجربوا الطاجن ده علشان ده طاجن النكهات، وبيتحضر في 10 دقايق. شكل وريحه وطعم خرافي. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. عاملين ايه؟ معانا كيلو بيبي بصل، اصغر حجم تلاقوه. هنحط عليه ميه سخنه وهننقعه. والنقع ده لازمته عشان نسهل التقشير الكتير عشان بيبقى صغير وكتير. بسم الله. خلاص ماما فكت ايديها وهتبدا تتنطط عليا. مش قادره والله. سيب يا ستي. مع النقع بيتقشر بمنتهى السهوله. على فكره في التوم برضو تقدروا لو عايزين تقشروا كميه توم بسرعه تقدروا تستخدموا نفس الطريقه. ليه كيلو بصل؟ احنا بناخد كميه البصل على قد كيلو لحمه، فاحنا هنعمل كيلو يبقى ايه؟ كيلو بصل. احلى حاجه ان ايه مفيش تقطيع بصل. خلصنا كميه البصل كلها. حضر بوله بقى كبيره كده، 2 فلفل الوان. نبدا نقطعهم مكعبات مش صغيره ومش كبيره عشان مش عاوزين تدوب جامد في الطاجن، احنا عاوزينها الحجم ده كده. ايه في ايه؟ الناس كلها بتقول هو التقطيع حكر على مؤمن. لا على فكره عشان هم عارفين ان انا دايما بقطع. انت كده اللي سارقه التقطيع الحاجات. حاجاتي بقى اللي سرقتها. التقطيع بتاعي ما انت كده سرقتيه. سيبني اركز. سيبني اركز اعرف ابوظ صح. 2 فلفل حامي، لو مش بتحبوه يعني كده بصوا خلوه زي ما هو. قطعهم على 6 كده، يعني سيبوهم سلام، يعني المهم تحطوه. معانا 4 حبات طماطم. ايه حبات دي؟ هم 4 طماطميات. 4 حبات طماطم هنقطعهم مكعبات. انت معترض وخلاص. ايوه انا معترض وخلاص. على فكره الاثاره ما بتجيش غير مع الاعتراض. هتاكلوا طاجن؟ يا نهار ابيض. وانت ساكته ليه؟ اتخانق معاك؟ قولي اي حاجه. ادي رونق للتقطيع كده. زغرت وانت بتقطع. ايوه يا سلام. تبقى عملتي الصح. ما المشكله ان انا ما بعرفش اصلا والله. يا مام والله انت عارف. يا مام مؤمن. يا مام. يعني فلفل وكل الحاجات على بعض عادي. سمي الله بقى. التوابل بتاعتنا فلفل اسود كتير 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 كتير، ملح حسب الرغبه، شويه بابريكا مدخنه، شويه قرفه، كزبره، وشويه جنزبيل، نص معلقه كده جنزبيل. الجنزبيل ده بيدي ريحه وطعم بجد عظيم. ميكس بقى دي هتحطي بيها السمنه. ايوه. شيف يا مؤمن. خدي بالك ده بيدي نكهه اكبر. نركنه على جنب كده بعد ما ادينا له تقليبه. معانا بقى اللحمه بتاعتنا. طبعا احنا اتفقنا ان اللحمه دي بنفس كميه البصل الصغير. هتعمل له نص كيلو لحمه يبقى نص كيلو بصل، كيلو لحمه يبقى كيلو بصل، ربع لحمه ربع بصل. هناخد بقى ايه اللحمه بتاعتنا عاوزين نقطعها على الحجم ده كده مكعبات، يعني مكعب ولا هي صغيره. بصوا مكعب بالنسبه لصوابعي، ولا هي صغيره فتدوب في البرام، ولا هي كبيره فما تدوبش. بعد ما قطعنا اللحمه اديناها شطفه سريعه. نبدا نحطها على الخلطه اللي عملناها مساج كده عشان كل التوابل وكل الحاجات تيجي في اللحمه. عندنا البرام بتاعنا بقى هننزل فيه بمعلقه سمنه. ايه برام ده؟ اسمه طاجن. ده اسمه برام. طاجن. طاجن. انت لو ما بقتش شريك مخالف فما تنفعش. ما هو اسمها شريك مخالف ليه؟ عشان ده اللي بيدي حيويه. هندهنه بقى دهنه كويسه كده. هننقي من البصل الصغير اللي احنا جبناه اكبر 3-4 كده ونقطعهم جوليان تخين قوي يعني، وممكن تقطعوه دواير احسن من الجوليان يعني عشان يترص تحت. هو بالطريقه اللي يريحكم. المهم ان انتوا تعملوا طبقه من تحت عشان تتكرمل، وكمان عشان تمنع ان اللحمه تتحرق من تحت. فرشنا بقى الطاجن بتاعنا عشان مؤمن معترض. معترض ايه؟ على البرام. فرشنا الطاجن بتاعنا بصل وترنشات طماطم. لا لسه ما حطيناش طماطم. هحطها. ما انا لسه اقول احطها. هناخد بقى البصل ده سليم زي ما هو على اللحمه والحاجات دي. ندي تقليبه كده. هنرص بقى البرام بتاعنا. نبدا نرصه كده ونوزع البصل طبعا الكبير ده. ايوه. خده من الطماطم والحاجات الجامده دي، التوابل وكله. كل حاجه. اقل من ربع كوبايه ميه هنا صغيره عشان ناخد بقيه التوابل. ايوه. ونبدا ندلقها عظمه. احنا بنعمل عظمه. نغطيه الاول بورقه زبده، وهي مربعه حاولوا تسووها بس مدوره. أيوة. او حطوها مربعه مش هتفرق. ونقوم مغطينها كمان بورقه ايه فويل حلوه كده. بصوا كتفوه هيهرب منكم. هنحطه اول نص ساعه في الفرن من تحت، وبعد النص ساعه هنطلعه فوق لحد ما يستوي. هياخد له حوالي ساعه كمان. يعني هو المجمل ساعه ونص لساعتين حسب نوع اللحمه. طلعناه من الفرن. ريحه بقى ايه؟ اوعى بكابيك. واو. شايفين؟ اقسم بالله شكله تحفه وريحته اتحف. والله هو محتاج بقى ايه؟ يلا كفايه عليكم هناكل.
نحتاج شويه رز ابيض بقى كده وعيش ومخلل او فلفل. كوبايتين سلطه. ما عملتش السلطه ليه؟ ما انا هعملها. اظن مفيش اسهل من كده. والله العظيم يا جماعه هو خد يدوب 10 دقايق حرفيا وطالع معانا عظمه. يعني هو وقت تسويته طويل، بس هو احنا بنتكلم على تحضيره هو سهل جدا، وحتى مش طويل قوي، عايز تختصر منه. اللحمه عامله ازاي؟ بصوا الذوبان، يا نهار ابيض، بصوا انا جوعت بجد. انا عايزه اخلص عشان اكل. فهو دايب ذوبان. ايه ده؟ مش كفايه انه دايب، كفايه الطعم ايه، مش هتلاقوا ألذ ولا اسهل من كده. بجد طعمه فعلا غني، طعمه ريتش كده بفلوس. بجد هيعجبكم جدا. احنا ليه عملنا ببصل سليم؟ بصل لما بيتعمل سليم بجد بيدي طعم بيبقى هو نفس طعمه ببصل جامد. ايوه وجربوه، البصله بتبقى مسكره شاربه من الصوص بتاع اللحمه، طعمه مش عادي. ما حدش يقارنه بطاجن البصل علشان ده حاجه وده حاجه تانية خالص. يعني ده طعم وده طعم. بس اللي بيحب طاجن البصل هيحب ده قوي قوي قوي. بصوا اللي بيحب الطاجن واللحمه هيحبه. بتوع الطيبات اهو مش مزعلينكم. جامد، سهل، سريع، لو حد عمره ما دخل المطبخ هيعرف يعمله. حلو جدا بجد، حلو جدا. ودي اهم حاجه، ان هو يبقى طعمه جامد. وجربوه هتدمنوا. ودمتم سالمين. والى اللقاء.